بصراحه ورحمة الله الماتش تاع الوداد واسفين لسالب جوج لواحد الوداد اللي ضمن بها الصداره منفردا. الماتش 75 دقيقه من احسن 75 دقيقه اللي لعبوا الوداد من بدايه الموسم. بن هاشم الضغط العالي بحال هكا كنبغيو في اي فرقه، خصك انت اللي تجيري الماتش وانت اللي الضغط العالي. الحاجه الوحيده اللي كنلاحظها فيه هو ربع ساعه الاخرى اللي ديما كيرخي، وباش كيرخي كنزبالي وكنوليو نقدروا نتعادلوا مع الفراقي اللي حنا الماتش اللي كيكون ديالنا كنصعبوا على راسنا. كاينين شي لعابه اللي دوينه بزاف، منهم الزمراوي ولا كشت فيه الوجه تاع بورا، منهم بوش اللي بقاو نهضروا عليه كنا تانيين مفيد باقي لنا هو خاصنا لا يلعب حيت حشومه بحال هذاك يلعب. المهم كنتمناو التوقف الدولي يزيد يخدم على راسو، حيت البطوله العالم ما ديتيهاش راه ما كذبش عليك راه غيكون فشل كبير، حيت بالنسبه لينا حنا كنشوف الوداد احسن فرقه في ليفيكتيف كاين هذا العام، والمرابط كيكون احسن صفقه في المغرب هذا العام، حيت المرابط نموذج ديال واحد اللاعب محترف كياكل مزيان تيتريني مزيان ما مغشوش، لعاب اللي تيقدم اضافه، لعاب اللي يدير 65 عام وغيبقى يلعب معاك، حيت كره بالعطاء ماشي بالسن. هذه من جهه التصريح ديال السي زكريا عبوب اللي تيقول لهم الفار بدا يلسلس عليهم اليوم ويقول لهم الفار خصنا نرجعوا رجعنا للفار، رجعنا خويا للفار تنشوفوا شكون اللي حطك انت هذا النهار جابوك الجامعه شديتي انت المنتخب ديال الشبان، انت ما كتعرف توقف حتى 11 وجابوك تشد منتخب، انت غتوقف على التكوين ديال واحد غتكون لاعب، شكون هذا اللي جابك؟ وانت باش كتعرف لي زاربط وكتعرفهم سير سولو معلمين في ديال 15 مليون فين تدمص فين وصل باش كتعرف واش كديروا اللي بكا غتربحك فرقتك واخا تمارك عليك بيديها تقول لهم خسرنا ما فرق كبير، تخسر مع الوداد تتقدي الحجج راه ما تديروش في هذا الماتش على الوداد، راه كديرهم غير باش تثبت لي اسفي ديك اللعيبه راه كدير التحكيم ضاربنا وهادي هو عاقين بك وغطيحهم وانت ماشي مدرب مشيت للبرنوسي وبزاف عليك وفي الاخر تولي جالس في قهوه حتى هو مريح. اما التحكيم في المغرب حنا راه التحكيم راه بس حنا تنقولوا التحكيم راه التحكيم فاسد وموجه كيديروا اللي بغاو ومن نهار جاب قشور الكره والتحكيم من اللور الفار كيعيط على الفرقه اللي بغات، يعيط عليك رش قاتلي الكاميرا كتشد الزاويه اللي بغات، راه باش جابوا الحكم من امريكا باش يشد مدير التحكيم باش جا شاف الكواليس وبان ليه بالقشور جالس حداه بالكولاسه وفيه شم فيه ريحه الغش راه زاد قلب حالته الشطيره ورجع للميريكان. مابقاوش ندويو بزاف ومبقاو الكره المغربيه ما غاديش تزيد لقدام حدا بحال المدربين بحال زكريا عبوب وفيها رئيس عصبه بحال بالقشور وفيها التحكيم بحال هذا راه ما غاديش لقدام، راه يخطاونا ولاد الزماكريه اللي كيدونا القاب وكندفعوا بهم الوجه لقدام راه ما غنديروا حتى شي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله.